مساء الخير حبيباتي، جمعة مباركة ان شاء الله. الفيديو هذا يلقاكم على خير. اليوم راح نخدم معاكم بسبوسة تهبل، يعني سهلة وناجحة 100%، وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله يعني تجربوها في اقرب وقت. هاي البسبوسة تاعنا اكيد ناجحة، اكيد اي واحدة تجربها. والان حبيباتي خلينا نخشوا في طريقة التحضير مباشرة. شوفوا وش عندي كيس، يعني معبرة بالكيس. عندي شغل عبر تاع بيض وعبر تاع سكر وعبر تاع زيت وعبر تاع حليب. يعني مينا ما عنديش الحليب راح نستخدم. والان حبيباتي خلينا نخشوا في طريقة التحضير مباشرة. عندي كاس معبرة فيه البيض، هز لي 5 حبات، وعندي كاس سكر، وعندي كاس زيت، وعندي كاس حليب. يعني الحليب انا ما عنديش، راح ندير 2 مغارف لحظة في كاس تاع ماء. نبدو مباشرة بطريقة التحضير. نفرغ البيض هيك 5 حبات، رفد لي الكاس والسكر مباشرة، نخلطو كلش على مرة واحدة، والزيت على ضربة، ونعمر الكاس تاعي بالماء كما تشوف حبيبات. هيك ونضيف 2 مغارف لحظة كما قلت لكم. تقريبا نضيف يعني هي مزيان كما حوالي 2 مغارف لحظة. والان حبيباتي نخلط المكونات كل مع بعضها. ونضيف قرصة تاع ملح، نسيت ما ذكرتهاش، نضيفها يعني مع السميد تاعو، وزوز باكي خميرة وزوز فانيليا، وعندي 2 مغارف كبار تاع كاوكاو ما يعادل فنجال. يعني كاوكاو يعني نضيفه تو. نزيد نضيف الفاني، وزوز كيس يعني كيسين. نمزج المكونات ونبدا نضيف في السميد، يعني حتى لنوصل القوام اللي نحبه. كل واحدة حسب نوع السميد تاعها يعني اللي تستعمل فيه. هيك كلش ممتزج لي مع بعضه. والان نضيف الكاس الاول تاع السميد مباشرة، ونضيف 2 باكيات خميرة، ونضيف الكيس الثاني، ونزيد نعبر الكيس، ونزيد نعبر الكيس الثاني حبيباتي. خلط الساعة نخلط ونشوف، ممكن نزيد ممكن لا، يعني حسب نوع السميد تاعي. المهم انا نستعمل في السميد تاع الشكارة. نضيف الكيس الثالث، نضيف نص يعني ونستنى، ممكن يزي وممكن لا. اذا حبيبتي البسبوسه تاعي خذت معايا 4 عبار تاع
سميد قد انا غير ما نطول عليكم. اذا حبيباتي البسبوسه تاعي خذت معايا 3 كيسان سميد قد يعني، وهيك راح نصبها في البلا تاعي باش يعني ندخلها الفور تطيب على 180 درجه 18 دقيقه، وكل واحد والفور تاعو، ومن بعد نرجع باش يعني نشربوها مع بعضنا. اذا حبيباتي ندخلها الفور كما قلت لكم، ومن بعد نرجعوا مع بعضنا باش نشربوها مع بعض. الان حبيباتي جينا لمرحله الشربات. انا الشربات ندير طون بورطو يعني كيلة ماء وكيلة سكر يعني، ونضيف شريحه تاع ليمون. راح انا نضيف كمية الماء. اذا نطيب الشربات تاعي ونرجع معاكم حبيباتي باش نخدموا البسبوسه تاعتنا. انا حبيباتي هذه البسبوسه تاعنا بعد ما طابت، انا راح نشربوها مع بعضنا. هي سخونه والشربات تاعي بارده. نكمل نشربها ومن بعد نقصها ونشوفها في طبق التقديم. بالنسبه للشربات شوف حبيباتي كي جيت مشربه يعني انا كيلو السكر استخدمته بكل يعني حكمت نحيت منه كاس خلطته في العجينه، والباقي كل زدت عليه 1 لتر ماء وزدت عليه شريحه تاع ليمون وخليته يغلي 10 دقائق وطفيت عليه هذيك الشربات اللي سقيت بها البسبوسه تاعي. شوفوا كي جدي مشربه النتيجه تاعها يعني عايلته سخونه، يعني هي قد ما تقعد قد ما تشرب اكثر الشربات تاعها وتجي خير منك. قصيت لكم حبات فقط باش تشوفوهم معايا، يعني قصيتهم بيدي لا ما خدمتش يعني بالمسطره، يعني عادي قصيتهم عادي ببساطه فقط بالسكين. ان شاء الله ينالوا اعجابكم، ان شاء الله تجربوها في اقرب وقت. ومن فضلكم لو سمحتوا ديروا لي لايك واشتركوا في القناه فضلا وليس امر من فضلكم حبيباتي. نتمنى تنال اعجابكم البسبوسه تاعي، ونتمنى تجربوها في اقرب وقت حبيباتي، وشكرا.